نشرت قبل قليل في إسبانيا تحدثت عن ياسين بونو ويمكن أن يكون هو الحارس القادم لريال مدريد. بطبيعة الحال ياسين بونو متواجد في إسبانيا منذ 2012. أكد شكون الحارس لا يعوض تيبو كورتوا، ألا وهو كيبا حارس تشيلسي، واللي كان ضامن الرسمية ديالو من بعد ما مشى من السعودية، بحيث أن ريال مدريد تسلفو كيبا لمدة 7 شهور بدون خيار الشراء. وكلشي بدا كيتسائل علاش ما اختاروش بونو. ومن غير موضوع الريال، مبابي رجع كيتريني مع باري من بعد ما كان مستبعد، وبزاف ديال الناس ما عارفينش اش واقع. كيف العاده وجد لي قهوه ديالك واجب تشولي في اخبارك. وذكرت تقارير صحفية محلية أن الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قريب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيرة إلى أن مصادر من نادي إشبيليا الإسباني أكدت قرب انتقال الحارس الدولي المغربي ياسين بونو إلى الدوري السعودي. ووفقا لصحيفة الرياضة السعودية، فإن الهلال توصل إلى اتفاق نهائي مع الحارس الدولي المغربي ونادي إشبيليا لتمثيل فريق العاصمة الرياض. قبل ما نشوفوا علاش الريال ما اختارتش بونو، غنبقاو في الريال نيش وغنبداو بإصابة ميليتاو، بحيث أن مدافع الريال الأساسي إيدر ميليتاو صاب حتى هو في الرباط الصليبي، وحتى هو غيغيب الموسم كامل، وغيلتحق بسيبايوس وميندي وأردا غولير. الريال عندها غيابات كثيرة هذا الموسم، أمر لا يخلي الريال عندها بديل واحد في مركز مدافع الأوسط هو ناتشو. يعني في وسط الموسم إلا مشات الريال حتى توعت لها روديغير أو ألابا ولا واحد فيهم خطا حمراء، غتبقى بمدافع واحد واللي هو ناتشو، خاصة إلا كان شي ماتش مهم في دوري أبطال أوروبا. والامر اللي طرح امكانيه التعاقد مع سيرجيو راموس، خاصه وان اللاعب حر حاليا بدون فريق. واش تبغيو تشوفوا راموس في الريال عاوتاني؟ اجيو نشوفوا قضيه نيمار كان جد قريب من برشلونه، وحتى من نيمار كان مستعد يخفض الراتب ديالو. وحتى الصحفي اللي كان سباق انه يقول باللي ميسي غيمشي لامريكا، حتى هو قال باللي نيمار غيمشي للبارسا. ولكن اذا بينا كنتفاجئوا البارح ان الهلال رسميا سينات مع نيمار لمده عامين، اي عام قبل كاس العالم، بحيث ان باري غتاخذ فيه تقريبا 100 مليون دولار. وفيما يخص الراتب ديال نيمار، واسمع معايا شحال، 160 مليون دولار في العام، 160 مليون دولار في العام، بالاضافه لطياره خاصه و80 الف دولار لكل ماتش ربحه. واكثر من هذا غيعطيو 500 الف دولار لكل منشور دارو كيروج فيه للسعوديه. الهلال كتنجح عاوتاني باش تسيني مع واحد من اكبر اللعابه في العالم من بعد ما حاولت مع ميسي ومبابي. يعني مره اخرى نيمار كيختار الفلوس على كوره. وللاشاره نيمار يلا عنده 31 عام، وانتم عارفين ميسي ورونالدو في 31 عام اش كانوا كيديروا. ندوزو لمبابي. كيليان مبابي كان دخل في مشاكل مع باري من بعد ما كانش بغى يشدد العقد، الامر اللي خلى النادي ديالو يستبعدوا تماما من التدريبات، وحتى من التونيات ديالو ما بقاوش كيبيعوهم، بحيث ان الموقف ديال مبابي كان واضح، بغى يمشي للريال. باري ما بغاش تخسروا فابور. مبابي كان القرار ديالو واضح وبين، غيلعب هذا الموسم، ولكن العام الجاي غيمشي للريال فابور. والريال من ناحيته حتى هي ما بغاش تخسر فلوس، بل باغا تستنى حتى يجي فابور. واكد فلورنتينو بيريز في واحد المقطع. ولكن باري ما باغاش هادشي. كيفاش لاعب خسر عليه فلوس وبريمات وصالير من اكبر لي صالير في اوروبا يمشي فابور، وداك الشيء علاش حاولات تبيعو، ولكن هو ما بغاش، حتى بداو كيحاربوا فيه. ولكن شفناه في الاونه الاخيره رجع للتدريبات بحال ما كاين والو، الشيء اللي استغرب منه الجميع. وهادشي جا مباشره من بعد ما تعادلوا في اول ماتش ليهم في الليغ 1، وكيبان بلي عرفوا بقيمته في التشكيله ديالهم. ولكن الموضوع اللي كيهمنا كاملين هو بونو. فمن بعد الاصابه ديال تيبو كورتوا بالرباط الصليبي، واللي تاكد بلي غيغيب لمده موسم كامل، بداو كيطرحوا عده اسماء غتعوض كورتوا ومن بينها بونو. ولكن في الاخر شفنا كيبا حارس تشيلسي هو اللي غيعوض كورتوا، وبالتالي كلشي كيتسائل علاش بونو لا. خرجوا بزاف ديال الصحافه كيقولوا بلي السبب هو بونو فضل المنتخب على الريال باش يشارك في كاس افريقيا واللي غتكون وسط العام، ولكن ماشي هذا هو السبب الحقيقي، بحيث ان الريال كانت باغا حارس اعاره فقط ماشي يبقى معها ديما. بالاضافه لان هذا الحارس خاصو يكون ممتاز، بحيث انهم كون جابوا دخيه مثلا كانوا غيعطيو عقد في عامين او اكثر. وبونو كذلك اشبيليا ما غتبغيش تسلفو وطالبين فيه 20 مليون اورو، بحيث ان الريال الا جابت بونو خاصها تعطي عقد ديال 4 سنين او 5 سنين. الامر اللي خلى الاداره ديال الريال تستقر على كيبا. يعني السبب اللي ما خلاش بونو يمشي للريال هو ان الريال كتبغى حارس اعاره فقط، بينما اشبيليا غتبغي تبيعو. وهذا الشيء اللي دارت الهلال، بحيث ان بونو بشكل رسمي غيسيني مع الهلال. واش كتظنوا بلي هذا القرار مزيان ولا لا، او كان خصو يبقى في اوروبا؟ خليو ارائكم في التعليقات. وشوف ها هي ولات في اخبارك.